يا جماعه تعالوا النهارده نتكلم عن ليه الحجاب اصلا فرض. لان الاسباب اللي كانت بتتقال لي ما كانتش بتقنعني، وكنت بحس اللي هو يعني انا لابسه الحجاب علشان الولد ما يتضايقش. فخلونا نجيب الموضوع من الاول خالص. احنا مش جايين الدنيا نتبسط، الدنيا دار ابتلاء واختبار. يعني ربنا لما نزل سيدنا ادم وامنا حواء من الجنه نزلهم كعقاب اصلا. نازلين الدنيا نتحط في اختبارات، واللي ينجح فيها هيدخل الجنه واللي هيفشل فيها هيدخل النار. والاختبارات دي بتكون في اصعب الشهوات لينا، واصعب واكبر والذ شهوه للبنت التزين. شهوه ان انا شكلي يبقى حلو، ان انا اعمل شعري، ان انا البس قصير، ولنفسها على فكره قبل ما يكون لاي حد تاني. يعني هي حاجه شهوه مزروعه فينا احنا كبنات، حب للتزين، حب لان شكلنا يبقى حلو. فالاختبار جه فيها. يعني مثلا اكبر شهوه ليك ان انت تلبسي قصير، تعملي شعرك، شكلك يبقى حلو. الاختبار ان انت تغطي كل الحاجات دي. اختبار ليكي انت ملوش علاقه بان الولد معرفش ايه، ولا تفكير الولد ازاي، ولا هو هيبص ازاي. هو اختبار ليكي انت، اختبار من ربنا ليكي، بيشوف انهي حب جواكي اكبر، حب الشهوه ولا حب ربنا، حب الجنه ولا حب الدنيا. زي شهوات كتير الدين بيجي يهذبها. يعني زي شهوة الأكل الشرب، بنصوم في رمضان ونهذب الشهوات دي. زي شهوة النظر، ان احنا نبص، فالدين بيأمرنا بغض البصر للبنات وللولاد. الدين جاي يختبر البني آدم في أصعب الشهوات اللي عنده ويهذبها. والسبب التاني اللي لما قريت عنه حسيت ان انا مميزة، كان بيقول ان الانسان لما بيحب حاجة وبيبقى فخور بيها بيبقى عايز يبين ان هو منها طول الوقت. يعني مثلا لما حد بيدخل طب بيبقى عايز يلبس البلطو طول ما هو في الجامعة عشان يعرف الناس اللي هو انا دكتور. فربنا بيبقى عايز الناس تعرف المسلم ان هو مسلم من بعيد. فامر الولد مثلا ان هو يحلق شنبه ويربي دقنه، امر البنت ان هي تبقى محجبة. حاجات لما حد يشوفك من بعيد يعرف ان انتي مسلمة. طبعا ده جانب ان زي ما قلنا ان ده اختبار اصلا، لان ممكن حد يفكر كان ممكن ربنا يخلينا ابان ان انا مسلمه باي طريقه تانية، زي معرفش، بس كان ممكن باي طريقه تانية. فهو مش ده السبب الاساسي، يعني انا بس بقول اسباب تانية قريت عنها. ايا كان، انا بقول كل الكلام ده لان انا بجد كنت بتضايق قوي زمان لما حد يقعد يقول لي احنا محجبين او الحجاب فرض علشان الولد وعشان تحمي نفسك منه وعلشان ما اعرفش ايه. اللي هو طب ما هو بيضايق المحجبه وبيضايق اللي مش محجبه وبيضايق اللي لابسه نقاب وبيضايق اللي مش لابسه نقاب. فبالتالي اقعد بقى انا افكر انه طب ما هي كده مش فارقه، طب ما اقلع احسن. فمش ده السبب خالص. بلس ان انا كنت بتضايق لما حد يقعد يقول لي إيه شكلك احلى بالحجاب، لانه لا، انا شكلي مش احلى بالحجاب. وهي دي البوينت، هو ده الاختبار. وما حدش يقول لي طب ما انتي بتحطي ميك اب وبتلبسي لبس مش حجاب 100%، لانه انا بني ادمه ولسه بحاول اجاهد نفسي على قد ما اقدر. وبس اتمنى تكونوا استفدتوا.